خوتنا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عاش مليكهم وعاش سيدهم، اللي يدير لهم ساعدهم فيدهم. عجب تلقاه في الهم واللقمة ما عندوش يديها لولادو كي يدخل العشية ويقول عاش سيدهم. خلا دار امك يعيش هو وتموت انت، هو عايش بيك ولا بلا بيك؟ اللهم يخرب بيت احلى شيء. الطوموبيل روس رويس وبويك، العطلة كل يوم وين؟ انت تحت الانقاذ وهو في الجزر والمنتجعات، وقته في الخارج كتر من اللي يجوزو في المغرب. اذا قدرت تهرب اهرب، اعطي الريح رجليك. اللهم موت الشعوب كلها في يوم واحد عشان الرؤساء يصحوا الصبح ملوش حد يحكموه بقى. خلى البلاد لولاد عمو وراه مالك بالوكالة، مو واحد من صلة الرحم يعوث في القصور فسادا وأحكام جائرة. الشعب مطحون والحر مدفون والباقي فوق الكانون، مكوي والله مشوي من المعيشة وحياة المذلة، ودايما عاش سيدهم. ملوش حد يحكموه بقى، يجيبوا عقد عمل يروحوا السعودية بقى. الهم ياكل فيهم من الحوايج والحق للجلد، وهما عاش سيدهم. لو كان حتى جا قاعد لكم في مملكته اللي راهنها بن عمته المستشار صاحب القرار، اللي راه يسيطر على القصر وياخذ القرار كما يحب هو، ويقول قال الملك. اللي عايز مروحة يجيب، واللي عايز صواريخ يجيب، واللي زعيم يجيب اتنين، يخلي واحد ويبيع واحد، يبقى دخل ده كلفه كذا. خذلكم قدام الشعوب العربية وفرض على أغلبيتكم التطبيع، على خاطر كاين من جماعة عاش سيدهم كان يوم عيد نهار تم التطبيع، على خاطر المغرب من بكري للبيع. الدولة كام؟ احنا بندرس عليهم ونعطل عليهم، هم فاكرين لنا الناس دي. اللهم افعلنا واغنيهم، اللهم خذ مننا واديهم. افطنوا من الغيبوبة وحاولوا تعيشوا كبقية الشعوب، لا بوس اليدين ولا غسل الرجلين، وارفعوا لسانكم على الأقل مرة. الأحرار فطنوا وطلقوا البوس وعاش سيدهم، واللي عجبته هاد المعيشة نقول له عاش سيدك فوق ظهرك، خليه يبردعك وربي يعاونك. تحياتنا.